يقول إمامنا وسيدنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: من صلى هذه الصلاة ليلة 3 من رمضان فتح الله عليه أبواب السماوات. ما يقول أبواب السماء، أبواب السماوات، يعني خزائن الرحمة الرحيمية الإلهي تنزل عليكم كشآبيب المطر. زين، تعال هنا هاي الصلاة العظيمة، اخدم نفسك، اخدم نفسك، ريض نفسك عن العبادة. عزيزي، الإنسان لازم يكون في هذا المجال، يريض، يشترط على نفسه. 10 ركعات، كل ركعة بعد الحمد 50 مرة قل هو الله أحد. زين، ساعة تأخذ وقت، تأخذ وقت، ولكن هذا ما ينحسب من عمرك. من صلى هذه الصلاة، عجائب وغرائب في ثواب هذه الصلاة، في آثار هذه الصلاة. بعض الناس ما له خلق، له خلق يقعد يشوف فيلم، مسلسل، مباراة، ما له خلق يخدم نفسه هالمقدار. المشكلة مشكلة الابتعاد، ونسينا طريق خارطة السعادة، ونسينا بأننا ضعفاء ونحتاج إلى قوة. يا عزيزي، انت ظهرك على قوة الله سبحانه وتعالى. شوف انت شلون قوي،